في التمارين باش نعملوها باش نفسروا للعباد رانا قاعدين نزفروا في ظروف غير طبيعيه. الضغوطات موجوده، حتى حكم يقول ما فماش ضغوطات، تمارست على الضغوطات. الضغوطات انا نبداها بالمسؤولين قبل. المسؤول نتاعك هو المسؤول نتاعك بصفه معناتها مباشره ولا غير مباشره، هو اللي هو يرمي عليك الضغوط قبل كل شيء. كي تبدا تزفر النجم الرياضي الساحلي تعرف شكون المسيرين اللي في النجم الرياضي الساحلي، اللي نسيب الرئيس المخلوع، اللي فلان مليكه في المستير، يعني ناس معروفين هذم يضغطوا على الحكم بطريقه غير مباشره. كانت حاجه مقدمه على قلبي وعمري ما تكلمت، لاني نعرف اللي حتى كان تكلمت انا في زيدناك العصا ثم تليفونات تجيني تقول لي تعمل ماتش فلاني كان كاش تلقى روحك نقله تاديبيه. عن شكون؟ بصراحه علي كيما كنا احنا في عهد الثوره نحن معناها لي زونسيان بريزيدون كيما نتاع الكلوب افريكان اللي هو كيما عماد وحسام وكل فهمت هذوما يقول لك اخويا عندك كلوب افريكان ما كاش تلقى روحك نقله تاديبيه. انا شخصيا خدمت مع 10 رؤساء لجان فهمتني، فيهم 6 تبدلوا، والسيد هذا عضو بيرمانون في اللجنه. السيد هذا كل رئيس لجنه يجي يخدم هو مفروض عليه ويقبل رشيد بن خديجه قبل ما يعمل اي حاجه وما يقبل اي عضو اخر. السيد هذا كان معلم عنده بروجي توا يسوى 1,450,000,000 في القنطاوي. اسالوه من اين لك هذا؟ ثم ناس ونسمي جو في سيتي دي نو كيما نصر كرايم الله يهديه، مشيت له برشا مرات للبيرو يقول لي علي انت ماك جاي تخدم في الاربيتراج، انت جاي تخدم لفلان وفلتان. العروسي المنصري الذي هو الان في قطر، هذا الحكم السابق الدولي تنجموا تسالوا كيفاش وصل الانترناسيونال، لانه يجي في المقام خال للوزير السابق اللي هو الزواري. دونك دخلت السياسه في الرياضه. حتى علي بن ناصر عنده سلبياته وعنده ايجابياته، لانه جاء في نهار لما حنا باش نقولها ما يسالش نقولها ولا هاتي فهمت، جاء في نهار اللي يلزم ثم ناس محا باش يطلع ولده. الوضع التحكيمي اكيد مزري، الوضع التحكيمي اكيد فيه برشا مشاكل، الوضع التحكيمي لا يريح، هذا امر مؤكد، فيه العديد من النقائص، هذا امر مؤكد. يعيشكم انا نقولها رئيس لا للمحسوبيه ولا للتدخلات، سيلوبلي اعطيوا لكل حق بحقه، وتشوف يا رب في الوجود تشوف ناس اعلى السلطه خرجت لا شيء وعادين برقيه جلب.